أهلا بكم يا عشاق الخضر في كل مكان. وأخيرا سقط الستار وكشفت الأوراق. فلاديمير بيتكوفيتش يعلن عن القائمة النهائية التي سيدخل بها معركة كأس إفريقيا القادمة في المغرب 2025. قائمة انتظرناها طويلا، وحملت في طياتها أسماء كنا نتوقعها، وأخرى أثارت علامات استفهام كبرى. هل هي خيارات مدروسة لبناء الانسجام؟ أم هي مجازفة قد تكلفنا غاليا؟ في حلقة اليوم، وبالعودة إلى القائمة الرسمية، سنقوم بتشريح خيارات الناخب الوطني مركزا بمركز حسب رؤيتنا المتواضعة وقراءتنا الفنية للواقع. قبل أن نبدأ التحليل ونكشف الأسماء السبعة، لا تنسوا فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، دعم الفيديو بزر الإعجاب، وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل تحليلاتنا الجديدة. وجودكم معنا هو الدافع للاستمرار، وشكرا لكل من يدعم هذا المحتوى. البداية دائما من الخط الخلفي، وتحديدا حراسة المرمى. استدعى الناخب الوطني 3 حراس في خيارات تباينت بين المنطق والغرابة. أولا، لوكا زيدان. استقدامه كان واضحا وصريحا ليكون الحارس الأول والأساسي دون منازع، وهو إضافة نوعية ننتظر منها الكثير. ثانيا، أسامة بنبط، حارس اتحاد العاصمة الذي يقدم مستويات كبيرة ومستقر، ويمتلك خبرة إفريقية لا يستهان بها مع ناديه، فكان تواجده منطقيا ومستحقا. لكن الصدمة كانت في الاسم الثالث، أنتوني مانديريا، الذي استدعي لتعويض أليكسيس قاندوز. وهنا نطرح السؤال بصراحة، ما هو المعيار الذي اعتمد عليه بيتكوفيتش؟ مانديريا يلعب حاليا في نادي ينشط في القسم الثالث الفرنسي، الدرجة الثالثة، ويتم استدعاؤه في ظل وجود خيارات أفضل يعد في رأينا قلة احترام للمنتخب وللجمهور الجزائري. أين هو ريان ياسلي؟ أين فيصل مستيل الحارس الممتاز واختصاصي ركلات الترجيح الذي ينشط في الدوري السويسري؟ بل كان بالإمكان حتى استدعاء الشاب بلعزوق. الإصرار على مانديريا يظل لغزا محيرا وعجيبا في آن واحد. ننتقل إلى خط الدفاع. الأمور تبدو محسومة على الجهة اليسرى بوجود ريان آيت نوري وجوان حجام، وفي المحور عيسى مندي، رامي بن سبعيني، زين الدين بلعيد، وسمير شرقي. أما على اليمين فنجد رفيق بالغالي ويوسف عطال. لكن العلامة الفارقة هنا هي استدعاء مهدي دوفال. هذا اللاعب سيجعل الأظهرة في أمان كامل، فهو جوكر حقيقي يجيد اللعب يمينا ويسارا. قد يكون الانتقاد موجها لتغاي وعطال، ولكن بالعودة إلى كأس العرب يتضح أن الهدف كان تجهيزهما بدنيا وفنيا. ولكن ماذا عن أشرف عبادة؟ غيابه طرح تساؤلات كثيرة. عذر بيتكوفيتش بأنه لم يكن في القائمة الموسعة يؤكد أن المدرب ربما لم يشاهد مباريات البطولة الوطنية بشكل كافٍ. في وسط الميدان الحديث يطول وذو شجون. الجميع، ونكرر الجميع، كان ينتظر اسمين نعتقد أنهما يستحقان التواجد عن جدار. أولا، حمادة عبد الله، خط الوسط الذي يتواجد في أفضل حالاته الفنية. صحيح أنه غاب عن التربصات السابقة، لكن الجودة معه مضمون، وهو يعرف أجواء المنتخب جيدا. غيابه خسارة فنية واضحة. ثانيا، نبيل بن طالب، غيابه يطرح علامة استفهام كبيرة جدا. لاعب شارك في طيلة التصفيات المؤهلة للمونديال والكان، وكان ركيزة أساسيا. استبعاده يبدو غير مبرر فنيا. كما كنا نمني النفس برؤية الشاب ياسين تطراوي يحصل على فرصته في هذا المحفل. في المقابل، أسماء مثل بن ناصر، مازا، بوداوي، وشيبي لا نقاش حول جودتها. ومن الواضح أن بيتكوفيتش مقتنع تماما بآدم زرقاني المتألق مع فريقه ورامز زروقي. أما حسام عوار فنعتقد في رؤيتنا أنه يجب أن يرفع من مستواه، ولا ينبغي أن يكون أساسيا في ظل حالته الحالية، بل يجب عليه القتال لاستعادة مكانه. أخيرا، خط الهجوم. هنا كانت الخيارات منطقية إلى حد بعيد. استدعى بيتكوفيتش كل من يستحق. على اليمين القائد رياض محرز والشاب الموهوب أنيس حج موسى. وفي صناعة اللعب نجد إيلاني قبال الذي يمكنه اللعب أيضا على الرواق الأيمن. أما على اليسار فالحاجة كانت مسة لبروفاي مختلف، خاصة بعد إصابة غويري ويوسف البليلي. لذا وجود محمد الأمين عمور بسرعته الخارقة مع استدعاء عادل بولبينا يوفر حلولا متنوعة للاختراق. وفي مركز رأس الحربة، وفي ظل انعدام الخيارات الكثيرة، كان الاعتماد على بغداد بونجاح ومنصف بقرار مدعومين بالشاب رضوان بركان،
خيارا واقعيا. خلاصة القول: من الواضح أن فلسفة بيتكوفيتش في هذه القائمة ارتكزت على 3 عوامل: الاعتماد على من عمل معهم كثيرا، تفضيل من يمتلك خبرة سابقة مع المجموعة، الذهاب لخيارات محددة لسد ثغرات معينة مثل دوفال. هذا كان رأينا وتحليلنا المتواضع لقائمة المحاربين. الآن الكرة في ملعب المدرب واللاعبين. سننتظر ما سيقدمه بيتكوفيتش وأشباله في الملاعب المغربي، وكلنا أمل ودعاء بالتوفيق لمنتخبنا الوطني لرفع الراية عاليا. شاركونا آراءكم في التعليقات. من هو الغائب الأبرز في نظركم؟ وهل تتفقون مع استدعاء مندريا؟ دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.